وبمناسبه التحكيم، وانت بتقول ان الحكم كان جاي على المنتخب وكان بيعيد ضربه الجزاء وكده، تمام. في مصر بقى هل معامله الحكم نفسه في ارض الملعب بتفرق عما انت تكون لعيب في، يعني مثلا انت في سموحه تمام. بتيجي تلعب الاهلي او الزمالك، تمام. بيكون في فرق في التعامل ما بين لعيبه الاهلي ولاعيبه الزمالك، ولا ايوه لعيبه طبعا. سموحه ولاعيبه لا بيبقى الزمالك؟ الفرق فرق وفرق شاسع يعني. يعني في ايه بيبقى بقى؟ تقدر تلاحظه بسهوله يعني. امم. لا يعني مثلا كتحكيم، امم. مش هتكلم على التحكيم، انا هكلمك على المعامله. طب تمام. التحكيم الاول، التحكيم بقى فيه حاجه فعلا، بقى لا في هو حكم مش جاي على بالظبط، مش لازم مثلا ممكن مثلا يحجمك في حاجات معينه. ازاي؟ يعني مثلا اي كوره احسبها فاول عليك، اه. يديك انذار. فانت كلاعب بتخاف. انا مثلا كمدافع لو خدت انذار هلعب بقيه الماتش وانا مقلق، واخد خايف تاخد بالي. اه بالظبط. امم. نيجي بقى في المعامله، يجي يتكلم معاك انت يزعق لك ويتكلم معاك وحش. لعيب الاهلي والزمالك، كابتن، لو سمحت. يا كابتن ولو ولو سمحت. بالظبط. طب مثلا حصل لك موقف ايه مثلا مع لا حكم مين؟ ما فيش والله يعني، بس انا الحاجات دي كانت بتتكرر كتير يعني. امم. يعني في لعيبه معينه بيبقوا في الاهلي والزمالك ويجوا معانا في سموحه، كان بيحكوا لنا اللي بيحصل ده. ايه بقى بيقول لكم ايه؟ يقول لك ده اللي بيتكلم معاه بالطريقه دي لو انا في الاهلي او في الزمالك ما عمره ما كان يقدر زي يتكلم مين؟ معاه بالطريقه دي. لا مش لازم بقى. هتقول. لا لا، كتير كتير كتير. كتير والله. يعني يعني بيختلف. لا بتختلف كتير طبعا. امم. الحكام هنا في مصر، الميديا برضو بتأثر عليه. الميديا. بيبقى عارف ان هو لو عمل غلطة للاهلي او الزمالك ممكن ما يتوقف شوية حلوين يعني. امم. فبيتأثر بالنقطة دي. طب اكتر حاجه الا شوية، حصل. يعني في ناس قليلة منهم بصراحة ما بيفرقش معاهم الموضوع ده. طب ايه اكتر حاجه حصلت لك من حكم او لعيب صاحبك حكاها لك، كانت لقطه ايه مثلا؟ ما انا زي ما قلت لك اهو، يعني مثلا كان يقول لي واحنا في الاهلي مثلا او في الزمالك، لا ممكن ازعق له. اللعيب نفسه بيقول كده؟ ممكن ازعق له ويعمل نفسه مش سامع. طب وانتوا كلاعيبه انت برضه ملعب، ما بتلاقي لعيب مثلا من الاهلي والزمالك بيزعق للحكم بس وانت هتعمل واقف ايه؟ قدامه؟ هتعمل ايه؟ هو جاي يديك انذار، يبقى الشعور ايه او بتقول له ايه؟ مش هتقول له حاجه، انت اصل انت هتعمل ايه؟ هتتكلم معاه يطردك. هيطردك. ممكن توصل ان هو يطردك. انت ما فيش في ايدك حاجه تعملها غير ان انت تركز في الماتش وخلاص. مم. بس اما الموضوع بقى في الاهلي وفي الزمالك طبعا بيختلف، لان هم بيعملوا حساب لجمهور الاهلي والزمالك والميديا بتاع الاهلي والزمالك. هل وانت في يعني طول مسيرتك في ال 12 سنه دول كان في لعيبه بتتفائل وتتشائم، في لعيبه بتتفائل وتشام. او رؤساء انديه او لا انا شفت مدربين؟ مدربين مدربين. بيتفائلوا ويتشائموا. مين بقى؟ لا مش لازم طب بقى. قول لي قصه، ما تقوليش اسم. بس كنت فين، في مقاولين ولا في سموحه؟ كنت في المقاولين، اه. بدون ذكر اسماء مدربين ماشي. يعني. كان عندنا مدرب كل ماتش يجيب لعيب يقعدوا جنب يدخلوا السكور، حلو. يدخلوا معسكر الماتش، ماشي. ويطلعوا من واحنا زمان السكور كان 18 لعيب، ماشي. ما كانش 20 زي دلوقتي. بعد ماشي. الكورونا بقى 20. اه. كان ياخد 20 واحد في المعسكر، ويجي يوم الماتش يروح مطلع اللعيب ده ويقعده جنبه ويجيب له سندوتش. جيب له سندوتش ايه؟ جيب له اه سندوتش والله. ايه؟ والله زي ما بقول لك كده، ده كان بيحصل يعني يجيبه فين، في في المعسكر؟ الاوضه. هو خلاص عنده. طلع بقى بره الماتش. يعني هو نفس الشخص، نفس احنا اللعيب؟ مثلا لا رحنا لا لا، نفس نفس اللعيب. اللعيب. ولا نفس اللعيب هو فين؟ ففي مره لعيب من اللعيبه قال له كذا، خلي الكابتن يبقى يجيبها لك كومبو. راح اللعيب راح قال له، وبعدين. ده بيقولوا لي كذا 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 وبتاع. راح المدرب جه في المحاضره اللي بعد الماتش قال يا جماعه الناس اللي بتقول لي كذا خلي الكابتن يجيبها لك كومبو، احنا ما بنتفائلش ولا نتشائم، بس بنعملها كده من باب التفاؤل. يعني على طول كده. ميكس دونت ميكس. زي ما بقول لك كده يعني هو والله. نفس اللعيب، كل معسكر بيدخل بيقعد معاه يجيبه في الاوضه ومدربين بقى تانيين يلبسوا نفس اللبس، كسب ماتش بلبس يفضل يلبس نفس اللبس. تمام. والله. يعني طب الحاجات دي بتحصل يعني. حوار السحر بقى والشعوذه والشيوخ حصل؟ ما اعرفش، انا بسمع بس مش متاكد بصراحه، عشان ما اتكلمش في حاجه مثلا انا مش متاكد منها، بس سمعته كتير بصراحه. سمعته بس ما اه. فيش حاجه. لا لا ما بس في فرقه انت فيها برضو ما سمعتش ان حد من اللعيبه عمل كده ولا؟ لا بس بنسمع بس ما شفتش حاجه تاكد لي حاجه اه. زي كده يعني. ما فيش يعني. يجي يقول لك خلي بالك من اللعيب ده بيعمل كذا كذا كذا. ازاي؟ لا لا، خلي بالك من لعيب ايه؟ انت مثلا لعيب بيلعب في مكانك، تمام. يقول لك خلي بالك منه عشان ممكن يعمل لك كذا. ده لعيب صاحبك في الفرقه؟ اه. اه. او مثلا حد في نادي، هو جاي لك من نادي تاني، اه. لعيب من نادي تاني يكلمك، يقول لك ايه؟ يقول لك خلي بالك عشان ممكن يعمل لك حاجه. بس والله. يعني ده حصل ليك؟ لا ما حصليش انا، بس انا شفته قدامي يعني. صح، شفت ايه؟ شفت قدامي ان حد بيقول لحد كده.
بس ما حصل حاجه ولا لا؟ لا ما حصلش حاجه. بس في لعيبه طب معروفه في لعيبه يعني بس معروفه ما ما بينكم وبين بعض كلاعيبه كوره ان ده ممكن يعمل عمل او يعمل حاجه؟ ما انا زي ما قلت لك انا سمعت كذا حاجه على كذا حد، بس ما شفتش يعني. جالك؟ لا سمعت، بس نفس الشخص ده ولا بتتغير؟ يعني مثلا سمعت مثلا اكس حامد كذا مره، سمعت ان حامد ده بيعمل اعمال. سمعت بس ما شفتش حاجه تاكد لي الكلام ده. اه بس يعني في لعيبه بقت خدت السيكونس ده اللي هو معروفه اللي هي بتعمل اعمال. في ناس يعني ما اعرفش بقى اللي طلع عليه الكلام ده، مثلا ممكن يبقى ما بيحبوش، ممكن يبقى عنده معاه مشكله الكلام ده، بس انا يعني اتقال تقال. بس ما شفتش حاجه تاكده يعني. تمام. قلت في بدايه الحلقه واختصرتنا بانفراد ان انت خلاص هتعتزل. ان شاء الله.